بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إنه معناها الناس كل تعرف إنه البارح في مدينة حمام الغزاز أما فرقة يعني يمكن الأكثرية الأغلب إن تكون فرقة الأبحاث بمنزل تميم قامت بمداهمة منزل المدعو عرفات بالحاج رحومة وأصيل مدينة حمام الغزاز بتعلت انه معناها وصلت معلومات لفرقة الابحاث انه الشخص يمتلك معناها يحتمل عنده معناها في منزله سلاح. الامن يعني دخل للمنزل وفتش المنزل بالكدا، فتش بالكدا المنزل ولكن ما لقى حتى شيء. دخلوا للكوجينه يلقى سطور، وهذا السطور نتاع اللي قصوا بيه اللحم. هزوا السطور وخرجوا. التهمة تو الموجهة لهذا الشاب انه امتلاك معناها سلاح حاد. هو في الحقيقة لم تسجل حتى نوع من معناها اي نوع من العنف. يعني الامن كي دخل مع لم حتى احنا سالنا زوجته قلنا لها هل انه معناها الحاكم كي دخل ضرب زوجك او لا اعتدى عليه بالعنف ولا قالت لا. والمعلومات اللي وصلتنا انه غدوة باش يوقف امام وكيل الجمهورية للبحث في الامر. احنا شنو نقول؟ احنا عندنا ثقة في القضاء خاصة بعد 14 جنفي ولا نتدخل في القضاء، خاصة ان هذه التهمة يعني لا نراها تهمة في الاصل. انه امتلاك اذا كان هذا السلاح لقيته خارج المنزل تنجم تقول تهمة، ولكن انت السلاح هذا لقيته في داره ومش في فرشه ولا تحت فرشه ولا في ولا التلفزة ولا لقيته في الكوجينة. لقيته في الكوجينة يعني هذا مو سلاح ابيض. هذا تلقى في الكوجينة أي واحد في الكوجينة تلقى عنده سكينة طويلة وسكينة صغيرة، تلقى عنده سطور والسطور تلقى كل واحد كيف السطور تاعو، ساعات تلقى سطور كبير، ساعات 50 سم، ساعات 60 سم، ساعات 80 سم. معناها سطور الناس كل تستعمل سطورات باش تقطع اللحم. أنا ما أدينه ومنظمة حرية الإنصاف ما تدينه، هو طريقة الاعتداء، طريقة معناها الدخول للمنزل، لأنه حالة عادية أنت قاعد في الدار باش تعمل معناها فرقة واللي فوق السطح واللي يلوج واللي يفتش، الناس كل معناها وخاصة المرأة وعند ولاد صغار حالة رعب، خاصة أنه مدينة حمام الغزاز ما عندناش النوع هذا، ولأول مرة تصير معناها من قبل حتى قبل الثورة صارت حالة بركة مداهمة لشاب معناها اسمه محمد بالحج صالح على ما أتفكر، ومنظمة حرية الإنصاف بنات الملف نتاعو وتم إطلاق سراحه يعني بعد مدة من مكافحة الإرهاب نتاع الحمامات. حرية الإنصاف ستتبنى هذا الملف، وهذه معناها منظمة حرية الإنصاف عرفت بنضالها وبدفاعها عن كل المظلومين ما قبل الثورة وما بعد الثورة، وستواصل منظمة حرية الإنصاف على هذا الدرب. وأنا اتصلت برئاسة المنظمة، ورئاسة المنظمة يعني حول موضوع البيان ستنزل بيان، ولكن لن تنزل البيان إلا بعد أن تطلع على كل الملف، ستتابع حرية الإنصاف بكل دقة ملف هذا الشاب. يعني وإن كان يعني لا توجد في حقه تهمة، وإن كان مظلوم فعلى القضاء التونسي أن يبرئه، مع نؤكد أننا لسنا في إطار التدخل في القضاء التونسي أو تأثر عليه. احنا عندنا ثقة أنه غدوة إن شاء الله باش يتم إطلاق سراحه، لأن التهمة الموجهة ليه معناها تهمة وهمية، إنه الاعتداء على معناها سلاح أو معناها أنه عنده سلاح أبيض يقع سطور في بيته. هذا السلاح لازم يتم معناها هذه لازم يتم مراجعتها، ونتمنى انه يتم اطلاق سراحه في اقرب وقت.